الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الآمن، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الآمن، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أحب خلقه وسيد رسله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، سيدنا مولانا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وجاحد حقوقهم قاطبة من الجن والإنس إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. انتهى بنا الكلام في ليلة أمس إلى الاستدلال على وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه في مقابل من ينكر وجوده أو ولادته أو بقاءه. أثبتنا ذلك بطرق ثلاثة، أدلة ثلاثة. الطريقة الأولى التنصيص على الإمام المهدي عليه السلام من الكتاب الكريم والكتب المقدسة والسنة المتواترة المتفق عليها بين الفريقين كما قرأناها. الطريقة الثانية الاستدلال بتنصيص والده الإمام العسكري عليه السلام على ولادته، وهو صاحب الفراش مقبول القول في النسب في جميع الآراء الفقهية، ومن جهة أخرى هو إمام معصوم من أهل بيت الوحي، معصوم صادق من أهل بيت التطهير، لا يكون فيه الصدق، من أهل آية التطهير، لا يمكن فيه الكذب. نص على ولادة ولده الإمام محمد المهدي أرواحنا فداه تنصيصا بالغا حد الاعتراف به بين الفريقين أيضا، والعجب ممن ينكر ذلك مع أن في كتبهم روايات بيان العسكري ولادة ولده المهدي. ثم تنصيص وشهادة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام على ولادة سيدنا الإمام المهدي وحضور الولادة، مع شهادة خادمتي الإمام العسكري يعني نسيم ومارية. والشهادة القابلة في الولادة مقبول في جميع المذاهب كما قرأنا النصوص من فقه الخاصة والعامة. والطريقة الثالثة رؤية الإمام المهدي، حضروا ونظروا وأخبروا بذلك، فكيف يمكن إنكاره؟ صار المطلب عيانيا، وهل يحتاج بعد العيان إلى برهان؟ رأوه في جميع المراحل الثلاثة من حياته، يعني في زمن والده الإمام العسكري السنوات الخمسة، وبعد وفاة وشهادة الإمام العسكري في أيام الغيبة الصغرى، وبعد الغيبة الصغرى في الغيبة الكبرى. شاهدوه وأخبروا وشهدوا برؤيته رؤية بلغت حد التواتر في جميع هذه المراحل الثلاثة. يعني أحصينا الروايات المعتبرة في زمن الإمام العسكري ممن نظر وحضر وشهد، وفي الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى. اخترنا في جميع هذه المراحل لكل مرحلة 10 روايات معتبرة بأسناد موثوقة في كتب معتمدة حتى يحصل بها التواتر والعلم بحيث لا يمكن إنكاره. رؤية عيانية مشهودة في جميع المراحل الثلاثة ممن يوثق بهم وفي الكتب الموثوقة بحيث يحصل العلم
بولادته ووجوده حتى في الغيبتين إلى الغيبة الكبرى. واللطيف أنه بعض الناظرين بعض الشاهدين على رؤية الإمام المهدي من نفس العامة. ذكرنا أنه هناك بيانات في كتب المنتظم وغير المنتظم من كتب العامة أخبروا عن رؤية الإمام المهدي. نختار رواية واحدة من العامة ورواية من الخاصة، يعني رواية رؤية الأولياء ورواية رؤية الأعداء وغير الأولياء. كلا الطرفين كلا الفريقين شهدوا ونظروا وأخبروا عن ذلك بعنوان النموذج روايتين نقرأ، ومن أراد التفصيل قدمت له الروايات الشريفة لأنه التفصيل يأخذ من وقتنا كثيرا. أما من رؤية الأولياء رواية صحيحة ينقلها الصدوق على الله مقاما في كمال الدين صفحة 435 الباب 43 الحديث الثاني بأسناده الصحيحة إلى معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري رضي الله عنهم من أجلة أصحاب الإمام العسكري وموثوقين بجلالة الوثاقة، خصوصا العمري محمد بن عثمان من أصحاب الإمام العسكري وممن وثقه نفس الإمام، وثقه ووثق أباه العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطعهما، مسموع الكلمة ومطاع بين المؤمنين. يخبر بهذه الرؤية. قالوا جميعهم الثلاثة: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام ونحن في منزله ورأيناه الإمام المهدي أرواحنا فداه، وكنا 40 رجلا، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. رؤية جماعية من الموثقين شهدوا بالرؤية ووجود الإمام المهدي. وأما من شهد بالرؤية من المخالفين ففي حديث الآودي الذي نقله الشيخ الطائفي بأسناده المعتبرة في الغيبة صفحة 152 في حدود سنة 300 الآودي ينقل: بين أنا في الطواف وقد طفت 6 حول البيت وأريد أن أطوف 7، فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة وشاب حسن الوجه طيب الرائحة هيوب ومع هيبته متقرب إلى الناس، فتكلم فلم أرى أحسن من كلامه ولا أعذر من منطقه في جلوسه، فذهبت أكلمه فزبرني الناس بعضهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، يظهر للناس في كل سنة يوما لخواصه فيحدثهم ويحدثونه. فقلت: مسترشد أتاك، صحيح ما معتقد بي لكن استرشد أطلب الهداية يتبين كونه مخالفا، مسترشد أتاك فأرشدني. قال: فناولني حصاد المهدي روح الله، فناولني حصاد فحولت وجهي، فقال بعض جلسائه: ما الذي دفع عليك ابن رسول الله؟ فقلت: حصاد، فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب. إعجاز حتى يتيقن أنه الإمام، يتيقن من الناحية الغيبية. فإذا أنا بسبيكة من ذهب وإذا أنا به قد لحقني، فقال: ثبت عليك الحجة، كنت تنكرني الآن شفتني والآن ثبت عليك الحجة، ثبتت عليك الحجة وظهر لك الحق وذهب عنك العمى، أتعرفني؟ قلت: اللهم لا. فقال: أنا المهدي، أنا قائم الزمان، أنا الذي أملاها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يخبره، مخالف يخبر. في كلا الفريقين خبر النظر إلى الإمام المهدي ورؤيته تكشف عن وجوده. فبالأدلة الثلاثة الفريق الأول والثاني والثالث يتبين صراحا وصريحا وجود الإمام المهدي، ولادته، بقاؤه، خصوصا مع ما استدلنا به ليلة أمس الحديث الشريف المتفق عليه بين الفريقين ب 163 حديث
من العامة، و27 حديث من الخاصة. قول رسول الله: الأئمة بعدي 12، أولهم علي وآخرهم المهدي، لم يزالوا ما زال هذا الدين قائما إلى يوم القيامة. يلزم يكون فرد من أهل البيت. استشهد الإمام العسكري، من بعد الإمام العسكري غير الإمام المهدي، غير ولده المنحصر بالفرد. إذن وجود الإمام المهدي عيان لا يحتاج إلى بيان، عيان بالأدلة والبينات والحجج القطعية العلمية لا يمكن إنكاره. فما نقلنا سابقا ليتأمس عن بعض المخالفين أن المهدي أسطورة، عجيب من الكلام، إنكار للحقيقة، إنكار للشمس إنصافا. والعجيب المضحك للثكلى أنه رأيت تفحصت ما استدلالهم على هذا الإنكار، رؤية وجود الإمام المهدي ينكرونه ليش؟ رأيت غاية استدلالهم. لاحظ الاستدلال عجيب من بعض الأفراد في الخطوط العريضة لمحبدين الخطيب صفحة 16، عبارته: لم يولد المهدي ولم يوجد. ليش يا أبا؟ لأن ولادته لم تسجل في سجل مواليد العلويين. ولادة المهدي لم تسجل في سجل مواليد العلويين. عجيب هذا الكلام من الخطيب. عجبا، هل كانت ولادة العلويين تسجل في سجلات خاصة؟ وهل كانت تحفظ عندك؟ ما رأيتها فأنكرتها؟ سلمنا ما رأيت اسم الإمام المهدي في السجلات، هل لا تراها في البينات، في الآيات، في الحجج، في الروايات؟ كيف ينكر مع هذا الوضوح، مع هذا الوجود البين الظاهر؟ إذن المسألة الأولى، الموضوع الأول للبحث، وهو وجود الإمام المهدي، وجوده وولادته وبقاؤه من الأمور التي لا يشك فيها لقيام الاستدلال العلمي عليها، فهو روح الفداء حي موجود إلى ظهوره المسعود. وأما الموضوع الثاني، غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه والحكمة فيها. ما هي حكمة الغيبة؟ لابد في البدء من الإشارة إلى كلمة في معنى الغيبة حتى ترتفع وتندفع بعض الشبهات، لأنه بعض الشبهات كأنه على أساس عدم الالتفات إلى معنى الغيبة أوردت. مثلا في بعض الكتب من المحارفين رأيت أنه يقول تقريبا بهكذا عبارة: الشيعة ادعت غيبة الإمام المهدي، غيبة المهدي، فما فائدة إمام غير حاضر، فما فائدة إمام غير حاضر. هذا إشكال. الظاهر هذا لو كان يراجع اللغة العربية في معنى الغيبة ما كان إشكال هذا الإشكال، لأنه معنى الغيبة ليس عدم الحضور. الغيبة باتفاق أهل العربية في الكتب المعتمدة القدامى والمتأخرين من أهل اللغة، الغيبة مأخوذ من الغيبة معنى الخفاء، عدم الرؤية مو عدم الحضور. الغيبة مقابل الظهور مو مقابل الحضور. غابة يعني لم يرى، يعني خفي عن الأعين، يعني لم نراه. الغائب يعني المخفي عن العيون، مو غير الحاضر. هذا المعنى متفق عليه في العربية في الكتب المعتمدة من أهل اللغة. مثلا من باب المثال الموجود إضافة إلى الأحاديث في اللغة في مجمع البحرين صفحة 130، قال صاحب المجمع الشيخ الطويل رحمه الله عليه: قوله تعالى: وألقوه في غيابة الجب، أي في قعره، سمي به لغيبوبته عن أعين الناظرين، عن شخصين. وكل شيء غيب عنك فهو غيابة، وما من غائبة أي شديد الخفاء. جميع استعمال كلمات الغيبة في الخفاء، في عدم الرؤية. وكذلك في لسان العرب المجلد الواحد صفحة 654، وقريب من في النهاية الأثيرية المجلد الثالث صفحة 399، وتاج العروس المجلد الواحد صفحة 416، قالوا: الغيب ما غاب عن العيون وإن كان محصلا في القلوب، لم تره العين وإن كان حاصلا موجودا. يقال: سمعت صوتا من وراء الغيب، أي من موضع لا أراه.
وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب والغائب، وهو كل ما ومن غاب عن العيون. الغيب عن العيون تنصيص أهل العربية، مو عدم الحضور حتى يشكل ما فات إمام غير حاضر. الغيبة بمعنى عدم الرؤية، لم تره العيون وإن كان حاضرا في المكان. هذا في اللغة وكذلك في الأحاديث الشريفة. الأحاديث التي بيّنت غيبة الإمام المهدي شرحت الغيبة، بيّنت معنى الغيبة، نصت على معنى الغيبة أنه بمعنى عدم الرؤية. دليل ذلك في التوقيع الشريف إلى علي بن محمد السمري في البحار المجلد 52 صفحة 151. الأحاديث من البحار. قال وحي فلان فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور، مو فلا حضور، رفع عليه عدم الظهور، فلا ظهور إلا بعد إذن الله. ألا فمن ادعى المشاهدة مو الحضور جعل الغيبة في مقابل المشاهدة، في مقابل الظهور لا في مقابل الحضور، حتى يقال أن الغيب بمعنى غير الحاضر. وكذلك في حديث عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال يفقد الناس إمامهم فيشهدهم الموسم فيراهم ولا يرونه، يراهم ولا يرونه، عدم الرؤية. وكذلك حديث العمري سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفون. رؤية موجودة، معرفة موجودة. إذن حاضر بل مرئي لكن لا يعرف، قد يكون لا يعرف. وكذلك حديث سذيل الصيرفي عن الإمام الصادق عليه السلام قال فما تنكر، كأنه ذاك الوقت كان معلوم أنه بعضهم ينكرون الغيبة، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، أن يكون صاحبكم المظلوم الإمام المهدي روح فداه المجحود حقه صاحب هذا الأمر يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه، حاضر ناظر لكن لا يعرفونه. بل صريح الكلام العلوي الشريف روحي فداه لحذيفة بن اليمان حتى إذا غاب المتغيب من ولدي الإمام المهدي عن عيون الناس، مو بين أظهر الناس، عن عيون الناس، فورب علي يقسم روحي فداه، فورب علي إن حجتها عليه الإمام قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق الأرض وغربها ترى ولا ترى إلى الوقت والوقت. إذن الغيبة على ضوء الروايات الشريفة بل تؤيده الكلمات اللغوية بمعنى عدم النظر إليه أو عدم معرفته، مو عدم الحضور. غائب يعني لم يره ولم يره. مع هذا المعنى يفسر أن الإمام المهدي غائب يعني غائب عن العيون، غائب عن معرفة الناس، إلا أنه حاضر بينهم يراهم يعرفهم يسمعهم بلا أي شك ولا تهديد. لكن السؤال المطروح في المقام يسأل أنه لماذا غاب الإمام عليه السلام هذه القرون الطويلة؟ المؤالف والمخالف يسأل، الشاب غير الشاب يسأل لماذا غاب هذه القرون الطويلة؟ وجه الغيبة، دليل الغيبة، ما هي حكمة الغيبة؟ هذا سؤال مفروض ومطروح. فنقول بعون الله تعالى الغيبة، غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه، لها حكم 5، وجميع الحكم 5 مأخوذة من الروايات وتؤيدها الأدلة العقلية، يؤيدها العقل. الحكم 5 نبينها إن شاء الله، لكن مع هذه المقدمة البسيطة المختصرة لا شك ولا ريب أن الله تعالى من الأصول المسلمة هذه بين جميع الفرق جميع المذاهب بل بين جميع الناس حتى المشركين، لا شك أن الله تعالى الخالق حكيم له الحكمة في أفعاله، لا يفعل عبثا ولا يصنع شططا، حتى المشركين يقولون به. ماكو شك أن الله تعالى ليست فعاله فعال الشطط أو عبث، جميعها على شكل الحكمة موافقة الحكمة. الله تعالى حكيم وحكمته من الأصول المسلمة بين جميع الناس.
ومن المعلوم أن الحكيم لا يفعل في جميع أموره إلا ما هو يطابق الحكمة، وإلا تخالف فعاله حكمته. من المسلمات الضرورية أن الحكيم لا يصدر منه إلا الأفعال الحكيمة، إلا الأفعال ذوات المصلحة، مصلحة عائدة على نفس المكلفين لا له، ينتفع به الناس، لا الله تعالى. الله غني عن الناس. الله الحكيم على الأصل المعتبر المسلم الضروري لا يفعل إلا ما هو بطرق الحكمة. جميع أفعاله في الكون والمكان، في جميع الموارد، في الوجوديات والعدميات، جميعها على طرق الحكمة والمصلحة الحقيقية. هذا يدركه العقل يحكم به الشرع، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو ينص على نفسه، والعقل يستقل ينظر إلى جميع عوالم الملك والملكوت، يراها كلها متناسقة متناسبة مفيدة، كلها على طرق الحكمة، فيحكم بأن جميع أفعال الحكيم على طرق الحكمة. إذا توصل إلى أنه حكيم يحكم مستقلا بأنه لا يفعل إلا ما هو مستحكم. إذن الشرع والعقل متوافقان على أن الله تعالى حكيم ولا يصنع إلا ما هو حكيم، كأنه تستفاد قاعدة كلية أن كل ما صنعه الله تعالى وكل فعل قدره الله تعالى هي على وفق المصلحة والحكمة. هذا الشيء لا شك فيه. هذه مقدمة. يعرف العاقل، يعرف الناس أن جميع الفعال الإلهية أفعال على طرق الحكمة حتى إن لم يعرفها. مسألة هذه مقدمة لأعرف خدمتكم. مسألة غيبة الإمام المهدي غيبة من شؤون خليفة الله. الله في جميع فعاله تكون فعاله على طرق الحكمة، فكيف في نسب خليفته وشؤون خليفته؟ إني جاعل في الأرض خليفة. خلفاؤه الأنبياء الأئمة الأطهار خاتمهم الإمام المهدي عليه السلام. غيبة الإمام المهدي من شأن خليفة الله، هل يمكن أن تكون على غير حكمة؟ لابد تكون حكيمة. من الضروريات المحكومة بحكم العقل أنها لابد أن تكون على فعل الحكمة، على طبق الحكمة، لأنه شأن خليفة الله لا شيء عادي في الوجود. إذن غيبة الإمام المهدي يتوصل العاقل أنها يلزم أن تكون حكيمة وعلى طبق الحكمة. لكن ما هي الحكمة؟ الآن جواب السؤال. الحكم في غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه على ما تستفاد من الأدلة المعتبرة من الروايات حكم 5، والعقول توافقها وتقبلها، والوجدان يقبله أيضا. أما الحكمة الأولى أن حياة الإمام المهدي عليه السلام مهددة بالقتل، كانت ولا زالت مهددة بالقتل، فلا بد من التحذر وحفظ نفسه بالغيبة. لا بد أن الإمام المهدي مقابل الأخطار المتوجهة إليه يلزم أن يحفظ نفسه، يتحذر من القتل مما يصيبه الظالمون من جهة العدالة، وخصوصا بعد معرفة الظالمين أن الإمام المهدي هو الذي يقيض عروشهم، هو الذي يهدم بنيانهم، هو الذي يزيل ملكهم. لا بد أن يعادوه ويكونون في صدد إبادته وقتله، فما يلزم مقابل هذا إلا التحذر إلا التحفظ. من الوجدانيات الملحوظة سابقا تلاحظونه بالنسبة إلى فرعون وموسى عليه السلام. فرعون بمجرد أن حس أخبره الكهنة أن الذي يقيض عرشه موسى، كيف صنع؟ أباد في جميع النساء، في جميع الأطفال، قتل، صنع ما صنع حتى لا يباد عرشه، حتى لا يولد أحد يبيد عرشه. تلاحظون أن هذه من الأمور الواضحة أنه إذا التفت الظالم إلى أن الشخص يريد أن يزيله حتما سيقتله، حتما سيبيده. الإمام المهدي جميع الظالمين يعرفون له هذا الأمر، يملأ الأرض قسطا وعدلا. أخبر به التوراة، أخبر به الإنجيل، أخبر به الزبور، أخبر به رسول الله، يعرفون أنه صادق وإن جحدوا بها لكن استيقنت أنفسهم. مع معرفة الظالمين بأن الإمام المهدي هو الذي يقيض عرشهم،
لابد أنهم سيحاولون قتله. فماذا هو الحزم في مقابل هذه المحاولة القتل إلا التحضر؟ هل يكون غير التحضر في مقابل هذه الإرادة المعارضة الموجبة لقتل الإمام المهدي عليه السلام؟ لابد من التحضر. تحضر في مقابل الخوف القطعي، في مقابل الخطر القطعي، وهذا التحضر من الأمور التي تكون موافقة للعاقل يحكم به العقلاء. لا بد لكل شخص يحس بالخطر يعقل الخطر لابد يتحضر، ولا يقال أنه سفيه والعياذ بالله. مسألة التحضر في مقابل الخطر أمر عقلي عرفي شرعي يفرضه الشرع في مقابل الخطر القطعي. لذلك الإمام المهدي في مقام التحضر يغيب، وتكون غيبته للتحضر. عبرت بهذه الحكمة وأفادت هذه الحكمة الروايات الشريفة، وإن كانت بعض الروايات عبرت بالخوف، لكن خوف تحضر، خوف حزم، لا خوف جبن وضعف. حاشا الإمام المهدي عن الضعف عن الجبن أبدا. هو أشجع الناس، مما ثبت في علم الإمامة أن الإمام عليه السلام يلزم أن يكون أشجع الناس، هذا ثابت على طبق قاعدة الإمامة المستفاد من الأدلة البرهانية. الإمام المهدي بما أنه إمام هو أشجع الناس، حاشاه عن الخوف الضعف، الخوف الموجب الناشئ من الضعف، ناشئ من الجبن، حاشا ذلك. إضافة على ذلك القواعد لا تجوز هذا المعنى. هو سلالة الشجعان، ابن الشجعان، سلالة الطيبين الأبطال، لا يمكن أن يكون أنجبته الفحولة والشجعان. كيف يكون ضعيفا؟ كيف يكون جبانا؟ ابن أمير المؤمنين الشجاع الذي اعترف بشجاعته عدوه وصديقه، كيف يكون ابنه جبانا؟ إضافة إلى أن الإمام يلزم أن يكون أشجع الناس، فلا يكون تحضره خوفا جبنيا. إضافة إلى هذا هو ابن الشجعان، ابن أمير المؤمنين. له كلمة عجيبة ابن أبي الحديث في مقدمة شرح نهج البلاغة، يبين خصوصيات الأمير وحفظه، من جملة خصوصية شجاعته. هذا نص كلامه في شرح نهج البلاغة المجلد الأول صفحة 20. يقول: وأما علي بن أبي طالب فهو الذي ينتهي كل شجاع إليه وينادي كل بطل باسمه، وهو الذي ما فرقت ولا ارتاع من كتيبة الأبد. خوف ما في وجود الإمام عليه السلام، ما في أي خوف ولا ارتاع من كتيبة أبدا، ولا بارز أحدا إلا قتله، ولا ضرب ضربة تحتاج إلى ثانية، فأنسى من كان قبله ومحى من يأتي بعد. كلام ابن أبي الحديث. عدوه يشهد بشجاعته وعدم خوفه. وكذلك ابن داب له رسالة لطيفة في زمان العباسيين، مع ذلك كان يصرح ويبين مواد هذه الرسالة. مناقب علي بن أبي طالب، المناقب 70 التي لم يشترك معه فيها أحد، مخصوصة بأمير عليه السلام، مخصوصة بعلي بن أبي طالب. يقول: وفي شجاعته، أين عبارة ابن داب؟ نقلها الشيخ المفيد على الله مقام في الاختصاص صفحة 149. لم يكع، يعني لم يجبن، الكع بمعنى الجبن، لم يكع علي عن أحد قط، ولم يضرب أحدا في الطول إلا قده، ولم يضرب أحدا في العرض إلا قطعه. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حمله على فرس فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي وللخيل، وأنا لا أتبع أحدا ولا أفر من أحد. المهدي ابن هذه شخصية، ابن أمير المؤمنين، هل يمكن أن يخاف؟ ليس خوفه خوف جب، خوف تحذر، خوف حزم، خوف تكليف شرعي عليه من الله تعالى. لذلك في الروايات تبين هذه الحكمة، من جملة ذلك بعنوان التبرك روايتان نبينها. حديث أبان عن الإمام الصادق عليه السلام منقول في البحار المجلد 52 صفحة 90 الباب 20 حديث 1.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للغلام من غيبة. فقيل له ولما يا رسول الله؟ قال يخاف القتل، من جهة خوف القتل تكون غيبة. وفي حديث زرار عن الإمام الصادق كذلك في البحار مجلد 52 صفحة 97 قال الإمام عليه السلام للغلام غيبة قبل قيامه. قلت ولما؟ قال يخاف على نفسه الذبح. لذلك تبين الروايات أن غيبة الإمام من جهة خوف الذبح، يعني التحذر بمعنى خوف التحذر، خوف الذبح والتحذر من القتل والذبح الذي هو خطر قطعي مقابل الإمام عليه السلام. الحكمة الأولى هذه. وهذه الحكمة ليست بأمر مستنكر، ليس الخوف والتحذر أمر مستنكر، بل هو أمر عقلي وعرفي بل شرعي، بل فعله الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الرسول. التحذر بالغيبة من الأمور الحكيمة التي صنعتها الأنبياء. صنعه موسى حين فر من قومه، فر منهم خوفا لا تعبير القرآن، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. تعبير موسى، فراره خوف لكن خوف تحذر، خوف حزم. وكذلك رسول الله روحي فداه فر عن قومه، غاب عنهم في الغار لأي شيء. كان خوف الجبن؟ أبدا، حاشا عن الجبن، وهو أشرف البشر وأشجع البشر. خوف تحذر اختفى في الغار، بل غيبته في شعب أبي طالب 3 سنوات وبعض الأشهر، تلك المدة الطويلة لأجل التحذر. إذن مسألة التحذر بالغيبة من الأمور الشرعية العقلية الوجدانية يصنعه العقلاء، بل يفعله الأنبياء ولا ضير في ذلك أبدا. ذهب وبين هذه الحكمة، نص عليها الشيخ المفيد شيخ الشيعة على الله مقامه في كتابه رسالة الغيبة، وكذلك الفصول 10 في الفصول 7 صفحة 74، وفي رسالة الغيبة القسم الرابع صفحة 12 بين رحمه الله وقال إن ابن الحسن عليه السلام لو يظهر لسفك دمه، ولم تقتضي الحكمة التخلية بينه وبينهم فيلزمه أن يخي. وبين في موضع آخر في رسالة الغيبة لم يكن أحد من آبائه عليهم السلام كلف القيام بالسيف مع ظهوره، لذلك الإمام مكلف، لذلك يلزم أن يغيب للخطأ القطعي. إلا أن إمام هذا الزمان هو المشار إليه بسل السيف من أول الدار ومن تقادم الأيام المذكورة، يعرفه جميع الناس. والجهاد لأعداء الله عند ظهوره، ورفع التقي عن أوليائه وإلزامه لهم بالجهاد، وأنه المهدي الذي يظهر الله به الحق ويبيد بسيفه الضلال، فلزمته الغيبة، يلزم أن يغيب، ووجب فرضها عليه كما فرضت على آبائه. مسألة الغيبة مما نص كون الحكمة التحذر نص عليه الشيخ المفيد على الله مقامه. وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله روحه في كتاب غيبته صفحة 61 قال رحمه الله إذا خاف الإنسان على نفسه كالمهدي عليه السلام وجبت غيبته ولزم استتاره، كما استتر النبي، يستشهد كما استتر النبي صلى الله عليه وآله تارة في الشعب وأخرى في الغار، ولا وجه لذلك إلا خوف من المضار الواصلة إليه. إذن فمسألة حفظ النفس بالاستتار من الأمور الشرعية العقلية العرفية الذي يقبله كل عاقل، ومن خالفه يقال أنه متهور في مقامه، سفيه في إقدامه، ما يفعله أحد العقلاء. على ذلك مسألة الغيبة الحكمة الأولى فيها التحذر الذي يقتضي ويدعو بل يلزم غيبة الشخص المتحذر حفظا على نفسه وإبقاء على نفسه. لذلك غاب الإمام المهدي عليه السلام ليظهر في الوقت المناسب، يظهر يدا عليا، يدا تطال، يدا تغلب، يدا تظهر على جميع الأديان في الكرة الأرضية إن شاء الله تعالى.
إذن الحكمة الأولى مستدلة ظاهرا ليس فيها إشكال من جهة العقل والشرع. وهنا بعض الأسئلة قد يسأله بعض الشباب، قد يسأل بعض المؤمنين، نجيب عليها قبل أن يسأل عنها. مثلا من الأسئلة التي تطرح في المقام طرحوها فأجبنا عنها. سؤال أنه هل لا يمنع الله تعالى من قتله ويحول بينه وبين أعدائه؟ طيب فرضنا سلمنا أن الإمام مهدد بالقتل ويلزمه أن يتحضر بالغيبة، لكن لماذا الله لم يدافع عنه ظالميه، لم يدافع عنه القتلة، يحفظه بالرغم من أعدائه؟ ليش ما سويت شيء؟ قد يقال هكذا ويسأل، لكن الجواب أن أمر الله تعالى للإمام المهدي بالاستتار نوع من المنع عن قتله. المنع عن القتل يمكن بصد الظالم عن القتل، ويمكن بتحضر المظلوم، بكلتا الطريقة يمكن. منع الإمام عن الظهور نوع تحضر له ونوع منع عن قتله يحصل به المطلوب. وتلك الطريقة الأخرى مسألة إجبار الظالم أو القاتل على عدم قتلها خلاف السنة الإلهية، خلاف الاختيار في العوالم الدنيوية. ليش؟ لأنه لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين الأمرين وهو الاختيار. كل إنسان مختار في أفعاله، الظالم مختار في فعله، وكذلك المحسن مختار في إحسانه حتى تصل العقوبة والإثابة. وإلا لو كانت الدار دار إجبار كل من يفعل فعله يفعله بالإجبار، لا عقوبة ولا ثواب، لا جنة ولا نار، وهذا خلاف العادة. الآن من يقتل مختار في قتله، ومن ينفق مختار في إنفاقه، يصاب المنفق ويعاقب الشخص القاتل. فعلة حكيمة مطابقة للسنة الإلهية. لكن يمنع القاتل إجبارا هذا خلاف الاختيار، والله لا يسمع ما هو خلاف الحكمة وخلاف الاختيار. منع القاتل عن قتله إجبارا خلاف الاختيار، خلاف السنة الإلهية. ومن الجانب الآخر منع المظلوم عن الظهور يحصل به الغرض، تحصل به النتيجة، فيا حبذا لو كان من هذه الطريقة الصحيحة. لذلك فمنع الله أعداه عن قتله مناف للسنة الإلهية والاختيار في هذا العالم المبني على الاختيار. سؤال ثاني: لماذا لم يبقى عليه السلام ظاهرا كظهور آبائه الطاهرين مع التقية؟ يظهر مع التقية، يحفظ على نفسه. الجواب: التقية ممكنة فيما قبله من الآباء الطاهرين، لكن الإمام المهدي روح فداه منهجه منهج القيام بالسيف، لا يمكن فيه التقية. عرفوا جميع الأديان منه هذا المنهج، عرف أعداؤه وأولياءه منه هذا القيام بالسيف، لذا لا يمكنه أن يتخذ منهج التقية. معروف بالقيام بالسيف، فكيف يتقي؟ ثم أنه من جهة أخرى لو كان يحصل حفظه بالتقية كان معرضا للخطأ القطعي، وليس بعد الإمام المهدي إمام آخر يقوم مقامه، تكون خلاف الحكمة لو قتل مع التقية مع وجود الخطأ القطعي. لو فرض أنه قتله لا سمح الله، ليس بعده إمام حتى يقوم مقامه. والأئمة قبل الإمام المهدي كان من يقوم مقامهم في الإمامة وتحفظ الأغراض الإلهية والحكمة الربانية. لذلك لا يمكن أن يكون الإمام المهدي عليه السلام ظاهرا مع التقية، يلزم أن يكون مخفيا، يلزم أن يكون غائبا، لأنه منهجه القيام بالسيف، وهذه لا تلائم التقية أبدا. السؤال الثالث: سؤال أنه إذا كان بسبب الغيبة يلزم التحضر والخوف، فليكن التحضر والخوف من الأعداء، لما غاب عن الأولياء؟ أعداؤه يظلموه، يتحذر عنهم، يتقي منهم، يغيب عنهم، لكن الأولياء لماذا؟ المحبون لماذا؟ عشاقه لماذا؟ يتحذر بالغيبة عن الأعداء، لما غاب عن الأولياء؟ هذا سؤال مطروح. الجواب أنه إذا فتح طريق اللقاء مباشرة لجميع الأولياء حتما ستتضح آثار المهدي وحفظه، مكانه، موضعه،
مزاره، الموضع الذي يزار فيه، وهذا خلاف الغرض الإلهي. إذا كانت الغيبة للتحذر، التحذر يناسبه الاختفاء، مو معلومية الآثار، ليس بيان الآثار بظهورها. جميع أولياء الإمام المهدي أرواحنا فداه لو كانوا يمكنهم اللقاء بالإمام المهدي لعرفت آثاره، فانتقدت الأغراض التي هي من الله تعالى في حفظه بغيبته، وهذا نقض الغرض لا يفعله الحكيم ولا يمكن أن يصحح. نعم تصرف بعض الأولياء شيء مفروض وهو شيء واقع، وكم تصرفوا بخدمته، وكم تلاقى من بعض أولياءنا وقديسين العلماء رحمه الله من يكون قولهم قول موثوق، قول صحيح، قول ليس فيه أي اشتباه وخطأ، أمثال السيد بحر العلوم على الله مقامه، المقدس الأردبيلي على احتياطه وورعه وصدقه. عجيب كلمات المقدس رحمة الله عليه، يعرف أخوانا الروحانيين في كتبه شدة احتياطه. يعبر في بعض المواضع الإجماعية القطعية في كتاب مجمع الفائدة، يقول كأن المسألة مع معنى قطعية لكن يحتاط التحضر عن الكذب، كأن المسألة إجماعية ولعل الحكم إجماعي، لا يكذب أبدا. تسبب بخدمة هؤلاء، التسبب لبعض الأولياء ممكن، هذا لا ينكر، تشرف بحيث لا يعرف أثره ولا يتوصل الأعداء إلى أثره، هذا ممكن، بل هذا شيء موجود وصرح به علماءنا. هذا تعبير لطيف الشيخ الطوسي على الله مقامه يقول الذي ينبغي أن يجاب عن هذا السؤال أنه لا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه. جميع الأولياء ما تصرفوا لكن بعضهم تصرفوا، يشير إلى أنه لعله هو من المتصرفين بخدمة الإمام المهدي عليه السلام. إذن مسألة التصرف للأولياء بما أنه تنقض الحكمة، ينافي الغرض، لا يمكن التصرف للجميع. نعم يمكن للبعض وقد حصل بحمد الله تعالى. السؤال الخامس: هل هناك غيبتان للإمام المهدي عليه السلام؟ ولماذا صارت الغيبة على نحوين صغرى وكبرى؟ مسألة الغيبتين وإن أنكرها بعض، أنكرها مع وجودها في كتب العامة والخاصة، لكن أنكرها البعض. في بعض كتب المنحرفين ما نصه حكاية الغيبتين لم تثبت في التاريخ ولا يوجد عليها دليل. عجيب هذا القول، مع ما أنه في نفس كتب العامة موجود روايات الغيبتين: لولدي المهدي غيبتان، يغيب ولدي يغيب ولدك غيبتان، موجود في روايتهم تناقلته العامة والخاصة. كيف يقول لم يوجد في التاريخ؟ موجود ولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه من كتب الخاصة في غيبة النعمان وغيره، أغلب كتب الغيبات. وقد ذكرت أحاديث الغيبتين ذكرت في ينابيع المودة والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان في روايات عديدة تلاحظها في منتخب الأثر صفحة 251 بأسناد متعددة مذكورة في كتب الفريقين. كيف تنكر؟ أليست الروايات بمثابة التاريخ أكثر من الروايات؟ روايات المعصومين رواياتكم بينتها، كيف تنكرونها لم توجد في التاريخ؟ الغيبتان ثابتة بلا شك، موجودة في روايات الفريقين، لكن لماذا صارت كبرى وصغرى؟ هذا لكم حق السؤال. ما وجه كون الغيبتين على نحوين صغرى وكبرى؟ لعل الجواب يكون صحيحا هكذا: الناس الأصحاب المؤمنون من زمن الأمير عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري كانوا قد تعودوا على التصرف بخدمة أئمتهم ليلا ونهارا، صباحا ومساء، في أي وقت كانوا يرغبون، يريدون أن يسألون، إذا كانوا يحتاجون يراجعون الإمام من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري. لو كانت تحصل الغيبة فجأة لكان بوجود الاستيحاش. يغيب الإمام المهدي فجأة بعدما كان آباء الطاهرون ظاهرون، يتشرف جميع الناس بخدمته عدوهم وصديقهم في كل آن. الآن يغيب فجأة، ستحدث الاستيحاش، بل كانت توجب تزلزل بعض المؤمنين في إيمانهم.
لماذا غاب؟ كيف صار؟ هل مات؟ العياذ بالله، لا سمح الله. كان يوجب الاستيحاش. لذلك كانت من الحكمة، من دواء العقل والحكمة، كانت أن تكون هناك تمهيدات للغيبة. أولا تحدث الغيبة الصغرى تمهيدا، توطئة، مقدمة للغيبة الكبرى، ثم يغيب روح في غيبته التامة الكبرى على طبق الحكمة. دفع الاستيحاش، حفظ الإيمان، التحفظ على إيمان المؤمن وعدم تزلزل إيمانهم. إذا مسألة الغيبتين ثابتة شرعا، وهي مطابقة حكمة، لأن الغيبة الصغرى تمهيد ومقدمة وتوطئة للغيبة الكبرى، حتى يتعود الناس، يتعودون تدريجا شيئا فشيئا على غيبة إمامهم روح الفداء. ثم أن هناك حكمة أخرى في الغيبة الصغرى. غيبة الصغرى كان يمكن المؤمنون أن يتصرفون بخدمة الإمام عن طريق السفراء. كان يلزم أن تكون هكذا مدة 70 سنة وما يقارب 70 سنة. يلزم أن يحصل زمان يكون للمؤمن تصرفات بخدمة الأولياء، بخدمة السفراء، وتوقيعات أجوبة المسائل، أو رؤية الإمام المهدي والشهادة على رؤيته في هذه المدة من الأزمنة في زمان الغيبة الصغرى. كان المفروض وكانت الحكمة تدعو إلى أنه لا تكون الغيبة تامة كبرى. غيبة صغرى يمكن التصرف، يمكن الاتصال، يتعرف عليه المؤمنون، يشهدون بوجوده، يشهدون بمكاتبته، توجد خطوطه وتوقيعاته، يراسل من يكون قابلا لذلك، كان مطابق للحكمة. إذا مسألة الغيبتين على طبق المصلحة التامة، بأنه كانت الغيبة الصغرى توطئة للغيبة الكبرى ومقدمة لأجل الحفظ وعدم الاستيحاش والتحفظ على النفوس والتحفظ على إيمان المؤمنين في هذه المدة من الزمان. السؤال الآخر: ما فائدة وجود الإمام في زمان الغيبة؟ ما فائدة الإمام الغائب كما يتساءل عنه بعض المنحرفين؟ ما الفائدة؟ وهذا سؤال أساسي، وهذا سؤال له محتواه ويلزم بيانه. فائدة الإمام الغائب في زمان غيبته ماذا يكون؟ ما هي الفوائد؟ الجواب ونستعين بالله أن الفائدة في الإمام الغائب أرواحنا فداه من جهات عديدة. فائدة الإمام روح فداه من جهات متعددة. أولا، نفس وجوده الشريف، نفس وجود الإمام وإن كان غائبا هو مناط الإيمان، هو محور الإيمان، هو وجه لكون المؤمن من مات ولم يعرف إمام زمان مات ميت جاهلية. يلزم أن يكون هناك إمام يعرف حتى ترتفع الجاهلية. وجود الإمام مناط للإيمان، هذا أولا. وثانيا، وجود الإمام وجود الحجة الإلهية، ولا تخلو الأرض من حجة. يلزم أن تكون الأرض دائما فيها حجة من آدم إلى الخاتم وإلى خاتم الأوصياء، لا تخلو الأرض من حجة. ولو خلت من الحجة ساعة لما قامت، لمادت كما تموج البحار، لارتفع الأرض ولما بقت أبدا، ساقت بأهلها. الله تعالى حينما خلق الخلق جعلهم حجة، جعل في الأرض حجة، والحجة الإلهية هم الأئمة الأطهار بعد رسول الله، فيلزم بقاؤهم ووجودهم حتى تكون الحجة الإلهية موجودة في الأرض. فبقاء الإمام ثانيا بقاء للحجة الإلهية، كما تشير إليها الأحاديث الشريفة. حديث أمير عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. حفظ الحجة الإلهية بوجود الإمام وإن كان خائفا. هاي فائدة ثانية. والفائدة الثالثة، الفائدة المهمة الثالثة، أن الإمام عليه السلام مركز للأمور الكونية، مهبط للفيوضات الربانية، مورد لنزول الفيض من رب السماء إلى الأرض وإلى جميع الموجودات، كما تشهد الآيات القرآنية، يشهد به سورة القدر. دقوا في الآية الشريفة: تنزل الملائكة فيها ليلة القدر.
بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر، كل أداة عموم، والأمر نكرة، وفي العربية تفيد التعميم التام الشامل، جميع الأمور، جميع الأمور الأرضية والسماوية، الوجودية والعدمية، للإنسان وغير الإنسان، جميعها تنزل في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح، الملائكة تنزل، روح القدس ينزل، جبرائيل سيد الملائكة ينزل بأي كبكبة. لماذا؟ تنزل بكل أمر، من كل أمر. على من تنزل الملائكة بهذه الأمور الكونية؟ الملائكة تحتاج إلى مهبط، تحتاج إلى شخص. الله تعالى ينزل تقديرات الكون بهذه الكبكبة الملائكية على الأرض، تبين جميع الأمور الكونية. لمن؟ للهواء، للفضاء. يلزم وجود إمام، يلزم أن يكون هناك إمام بعد رسول الله تنزل عليه التقديرات، تنزل عليه الأمور، تنزل عليه مقدرات الموجودات في الأرض وفي السماء. على من تنزل الملائكة؟ نزلت الملائكة. الآن جابكم أمر عرفي، ترسلون رسالة إلى صاحبكم. إلى من أرسل؟ ترسلون رسالة إلى صاحبكم. إلى من أرسلتم رسالة؟ يلزم أن يكون هناك مرسل إليه، صاحب صديق ترسل إليه. ترسلون رسالة إلى من؟ بدون هدف، غير عقلي هذا. يلزم أن يكون هناك تنزيل الملائكة على هدف، على مكان، على شخص. تقدير تصريح الآية تنزل باتفاق العربية. أذكر في العلوم العربية تذكر صيغة المضارع تفيد الاستمرار، يعني ليلة القدر ما دامت موجودة تنزل الملائكة، لازم يكون تنزل، يعني تتنزل. مو نزلت الملائكة في الماضي حدث النزول وتم لخير، تنزل، تتنزل دائما باستمرار. في كل ليلة قدر تنزل الملائكة بجميع الأمور الكونية. على من؟ غير الإمام المهدي عليه السلام. من يليق بذلك؟ ومن يكون لذلك؟ ومن هو خليفة النبي روح الله؟ إذن وجود الإمام المهدي وجودا للفيوضات الكونية، للتقادير الإلهية. أليست هذه فائدة؟ أليست أعظم فائدة؟ لذلك مسألة وجود الإمام المهدي أرواحنا فداء في الفائدة الثالثة هي وجود لمحل التقادير الكونية والفيوضات الربانية، وهذه من أعظم الفوائد. ثم أخيرا وليس بآخر، مسألة استفادة من الإمام في مقام الشاهدية، والاستفادة منه في بركات الدعاء من الأمور التي نذكرها إن شاء الله. الله تم الوقت لا نصدقكم أكثر من هذا. نبين البقية، هم بقية فوائد الإمام الغائب، وهم الحكمة الأربعة البقية، الحكم الخمسة في الغيبة، نبينها ليلة غد إن شاء الله بعون الله تعالى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وعجل فرجه الشريف، اجعلنا من أصحابه وأعوانه ومخلصيه وتابعيه والممتثلين لأوامره، وهب لا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وإحسانه ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. حفظكم الله إن شاء الله، تقبل عمر، حفظكم، سناكم، أعزكم الله سنة. سيدنا نستطيع أن نقول جوابا على من يسأل ما وش الغيبة ولماذا ما الفائدة من الإمام الغائب، أنه له إسوة بأجداده الطاهرين من الأنبياء والمرسلين والأئمة سلام الله عليهم، فكثيرا ما أشكل على موقفهم، حتى إن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أجاب أحد أصحابه لما سأله لماذا لا تقوم، قال له ألست حجة الله؟ هذا نستطيع أن نقول هذا الجواب يعني من ضمن الأجوبة. أحسنتم وأجدتم. من الأجوبة والحكم سنذكر إن شاء الله ليتغد. من الأجوبة والحكم إجراء للسنة الإلهية في غيبات الأنبياء والأوصياء اقتداء وتأسيا بهم،
سلام الله عليهم. من ذلك غيبة الإمام العسكري مدة من الزمان تأسيا بالإمام العسكري، بل تأسيا بما قبل الإمام العسكري من الأنبياء من زمن موسى إلى زمن عيسى. سنذكر مدة غيبتهم وزمان غيبتهم وكون غيبتهم لأجل أي حكمة كانت، ثم تأسي الإمام إجراء للسنة الإلهية في الغيبات. أحسنتم. هذه وجه من وجوه الحكم في الغيبة، وهي تأتي إن شاء الله ليتغذى عن الله تعالى. هناك من يقول هل إن الإمام يحج الأولاد وإذا كانوا موجودين لماذا لما يسمح حياتهم ويظهرون، ثم إنهم الأكبر منهم يتعرضون للخطر، فما دام موجودا فلا بأس. أحسنتم. مختصرا على في خدمتكم أن الإمام روح الفداء له أولاد كما يستفاد من الأدعية الشريفة، إلا أن تفصيل بيان أولاده وأسرته يأتي في الموضوع الرابع من بحثنا إن شاء الله، بحث سفراء الإمام المهدي والتشرف بغيبته والشؤونات المرتبطة به. في البحث الرابع إن شاء الله إذا سمح الوقت ساعدنا التوفيق نتعرض له بعون الله مفصلا إن شاء الله. أسباب، يسأل الأخ، أسباب إمكان وجود المهدي عجل الله فرجه من قبل المعاندين، هل كانت عقولهم لا تتحمل في زمانهم أم أنكروا معاجز الباري سبحانه وتعالى أم هو عناد مع الشيعة ليبرزوا عداوتهم؟ لو اعترفوا بظهور المهدي هل يزعزع مناصبهم؟ الظاهر أن هذه الأسئلة في موقعها ولا بأس باجتماع جميعها. يعني مسألة إنكار الإمام المهدي إن كان للشمس إنصافا، إن كان للوجدان، إن كان للبينة الواضحة الذي تكون عيان للجميع، فمع وجوده في كتبهم التي بيناها سابقا كالصحاح صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، مع وجوده في كتبهم ومع عدم احتمال عدم اطلاعهم عليها، لأن كتبهم الصحاح يلزم أن تكون بين أيديهم، مع اطلاعهم عليها ووجود الكتب بين أيديهم لا يمكن أن يحمل على الجهل بذلك. وإذا كانوا مطلعين على الإمام المهدي بالأدلة المقبولة ورفضوها فلا بد أن يكون من العناد، وهو في نفس الوقت إنكار لمعجزة الباري تعالى، وهو في نفس الوقت عناد مع الشيعة الأبرار. فجميع هذه الوجوه يمكن أن تكون تجتمع في من أنكر، خصوصا مع مسألة الإمامة والولاية الإلهية التي هي مبينة للجميع. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: عرف هذا الأمر حتى سقاءات المدينة. لا يمكن أن يكون مخفيا على أحد. النساء السقاءات في المدينة حتى هن عرفنا ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده إلى المهدي. لا يمكن أن يكون بعد المعرفة إلا الإنكار، ولعله من جميع الوجوه والسؤال في محله. أسأل الله الهداية لجميع من ينكر هذه البينة الواضحة. أحسنت. السلام عليكم. أمثلة توضيح أو ما يستدل به على إثبات الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بقاعدة الأشرف وإمكان الأشرف، ومن جهة أخرى أن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الواسطة في الفيض الإلهي. أحسنت. والسؤال الآخر هو أن ما تفضلتم به أن الذي يدعي المشاهدة وهو كذاب ومفتر، ما المقصود من هذه المشاهدة؟ وهناك أسئلة أخرى إن شاء الله. أحسنتم. بالنسبة للسؤال سيدنا الكريم، السؤال الأول مسألة قاعة الأشرف ومسألة وصول الفيض. وصول الفيض هي مسألة ليلة القدر التي تعرضنا عليها أخيرا، وسنفسرها ليلة القدر إن شاء الله بشكل أكثر وأوسع. لا بد أن يكون هناك لله تعالى واصلة للفيض في الأرض، بواسطته يرزق الورى وتتم المقدرات وتصل إليهم، لأن الله تعالى يفعل أموره عن طريق خلفائه، هذا من المسلمات. وكذلك يمكن إثبات الإمام عليه السلام بقاعة الأشرف، بما أنه تمسكنا بالآيات والروايات المتفق عليها بين الفريقين،
وكان غرضنا الاستدلال لتقوية إيماننا ولدفع شبهات مخالفينا. تمسكنا بدليل يقبله الطرفان، وإلا مسألة التمسك بقواعد الأشرف كما تفضلتم استدلال حسن جيد وتفيدنا في هذا الأمر وتفيد من يستدل بالأدلة العقلية. بما أنه أشرف الموجودات يمكن أن يكون في الكون موجودا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك حكمة الإله والخبروية الإلهية والبصيرية الإلهية والعلم الإلهي بالعواقب يقتضي أن ينصبه علما وحجة على خلقه في كل زمان بحسب الأشرف. قاعدة الأشرفية تقتضي نسبه للإمامة والحجية في زمن رسول الله، بعده أمير المؤمنين، بعده الأئمة المعصومين، والأشرف في زمانه هو مهدي هذه الأمة. فبقاعدة الأشرفية تقتضي التنسيب الإلهي، تقتضي الخلافة الربانية بالحكم العقلي، وهذا استدلال حسن لطيف ويفيدنا على الصعيد العقلي. لكن غرضنا من الاستدلال كان ما يقبله الفريقان، لذلك استدلنا به، ويضاف إليه نستحسن استدلالكم يضاف إليه الاستدلال العقلي بمسألة قاعدة الأشرف. وأما سؤال جنابكم السؤال الثاني بالنسبة إلى من ادعى المشاهدة فكذبوه فإنه كذاب مفتر. سيأتي إن شاء الله في المقام الرابع من بحثنا مسألة السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى، وأنه تمت السفارة بعلي بن محمد السمري وظهر على يده الإعجاز، وخرج هذا التوقيع من ناحية الإمام الحجة، وبين فيه ألاف من ادعى المشاهدة فكذبوه. نبين إن شاء الله لو الله تفضل علينا بالعمر إلى ذاك الوقت أنه ما معنى من ادعى المشاهدة فكذبوه أولا، ثم هل تتوافق هذه الفكرة مع المشاهدات التي حصلت للأعيان من العلماء من الطيبين من الأخيار أحصيت في الكتب المفصلة، كيف تنافي كيف تتلائم هذه الفكرة مع تلك التشرفات؟ نبينها بشكل بوجوه ثلاثة يقبله الجميع إن شاء الله بعونه تعالى. سؤال لسماحة السيد: ما الدليل على بطلان الرأي القائل بأن الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه هو في دور التدريب والتهيؤ في زمان الغيبة الكبرى؟ وما الذي يوجب رفض فكرة التدرج في الكمال للإمام المنتظر؟ كأنه تطرح فكرة وفرضية بأنه الإمام المهدي إنما يكون باقيا في هذا الزمان الطويل وامتدت غيبته ليحصل على التدريج الكمالي الأعلى لوجوده، يتدرج في الكمال، يحصل للمرتبة العليا للكمال. هذه الفكرة هل تكون صحيحة أو لا؟ الظاهر أن الجواب عن هذه الفكرة أن الأئمة عليهم السلام بشكل عام كما ثبت في كتاب الإمامة بيناه في العقائد الحقة أنه الإمام روحي فداه يكون هو المستجمع لجميع الجهات الكمالية في مرتبة المخلوقات. صحيح أن كماله بعبادته ثوابه بعبادته تكثر، إلا أن كماله ودرجته ورتبته محفوظة. يلزم أن يكون الإمام كاملا من جميع الجهات حتى ينصب، ليس فيه نقص، ليست فيه نقيصة في مرتبة المخلوقية، أي نقص ما في الإمام، ليست في الإمام مرتبة نقص حتى تحتاج إلى مرتبة الكمال. بقاؤه روحي فداه على أساس هذه الحكم الخمسة التي نبينها، وفي ضمن هذا البقاء طبعا يعبد الله أكثر، يصبر أكثر، يحصل على ثوابات أكثر من المسلم، إلا أن تحصيل الثوابات الأكثر ليس معنى التدرج في الكمال، إنما هو بلغ الغاية العليا من الكمال، والذي يحصل من تكثير الثواب لا البلوغ إلى الكمال الأعلى أو التدرج في الكمال. لذا مسألة التدرج في الكمال لا تناسب ما يلزم في باب الإمامة من أكملية الإمام من جميع الجهات وعدم النقص فيه من حيث المخلوقية. هو دون الخالق لا شك، هو غير الخالق
هو أنزل من الخالق، لكن في مرتبة المخلوقية من جميع الجهات ليس فيه أي نقص حتى يحتاج إلى كمال. لذا سؤال الأخ حفظه الله أنه مسألة رفض هذه الفكرة أنه تنافي اعتقاد الإمامة وأكملية الإمام وعدم نقصه في جهة من الجهات. يسأل أخ أنه يلاحظ بعض المهتمين بعصر الغيبة بأن كثير من المهام الواجبات الشرعية تترك بذريعة أننا في زمن الظهور، بيد أن الشارع لم يرد للأمة الضعف والهوان في زمن الغيبة، بل أوجد لها قوانين وتشريعات تكفل لها سبل التقدم والرقي. فما رأي سماحتكم الجيد في هذا التقصير الذي يتخذ من توسيع مفهوم الانتظار؟ يتعلم. الاهتمام بعصر الغيبة لا شك بأنه اهتمام بأمر جيد. من يهتم بعصر الغيبة بالمهام والواجبات لا شك أنه اهتمام جيد، لكن هذا لا يدعو إلى ترك بعض الواجبات أو ترك بعض الشرعيات أو ترك بعض الأحكام، مع ما أنه أولا قد بسطت الأحكام، جميع الأحكام الشرعية في الكتب الأم للشيعة الإمامية، يعني الأصول 400 التي دونت من زمن الصادقين، يعني منذ عهد أمير المؤمنين روح فداه إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام، دونت جميع الأحكام في هذه الأصول 400 وصححها المعصومون إلى عهد الإمام العسكري. يعني كان الإمام ينظر الكتب 400، بعض الكتب 400 يصححها، وصلت الأحكام لنا إلى زمان الإمام العسكري عليه السلام بواسطة هذه الكتب، فالأحكام وصلت ببركة أهل البيت إلينا. ثم التوقيعات من زمن الإمام المهدي 42 توقيعات على تفصيلاتها في الزمن الغيبة وصلت إلينا. ثم أنه ببركة ما نسى من قبل الأئمة عليهم السلام. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا من هذه الجهة لم يحدث نقص في التشريعات والأحكام. صحيح أنه قد نقصنا بعدم لقائنا بالإمام، قل فيضنا بعدم تشرفنا، صحيح هذا، لكن في الأحكام الشرعية الظاهر لم يحدث نقص ببركة نفس الأئمة المعصومين، ببركة ما تداركه نفس المعصومون، كانوا يعلمون بغيبة الإمام المهدي، بيّنوا جميع الأحكام، بيّنوا جميع الأحكام الشرعية ودونوها وأمروا بتدوينها واهتموا بتدوينها. في حديث أذكر أن الراوي يذكر في زمن الإمام رضا حضرت عند الإمام حدثني بحديث فأخذت القلم لأسجل الحديث، فكان الإمام رضا هو المقدم للدوات إلي حتى أكتب، أخذت الدوات وقبلت يده. كانوا يأمرون بتدوين الحديث. لذلك ببركة أهل البيت دونت الأحكام الشرعية ووصلت إلينا، واهتم بها علماءنا الأبرار رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين. لذلك لم يحدث نقص في الأحكام الشرعية حتى يكون المهتم بعصر الغيبة يسأل هذا السؤال. فالظاهر إن شاء الله من جهة التشريعات ليس هناك نقص حتى يوجد إشكال، والله العالم. السلام عليكم ورحمة الله. سمعت ما شاء الله. أردت الأسئلة وللمعاخذة الفواحد وخذ السؤال الذي يقول ولماذا لا يحول الواحد ونكرات التطالب في مسألة قتل الإمام المهدي في حالة الرومي. هذه النقطة فقط أنه أشكت عنها في الجواب أنه يمكن المنع عن القتل بغير. ولكن خلاف السنن. أحسنت. هناك آية في القرآن تقول أنهم ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكلام الحديث سلف الله عليه يقول عرفت ربي
من نقض العزاء المعتدلة. معنى ذلك أن الله عز وجل يحول دائما الدعاء أيضا إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله عز وجل إرادة تتدخل والاختيار مكتوب من الإنسان. فهذه النقطة قسمت لله إلى وتصل. أحسنتم، شكر الله سعيكم. نقطة لطيفة، والظاهر أن الجواب يكون التنسيق على هذا الترتيب بالشكل الصحيح، أنه الإرادة الإلهية بحفظ الإمام المهدي عن طريق الإعجاز أمر ثابت بل واقع. حفظ الإمام المهدي إعجازا كما أذكر في حديث ينقله كتاب تبصرة الأئمة الميثمي العراقي في أنه رأى الإمام المهدي حتى المعتمد العباسي، إلا أنه قبض على يده، لم يتمكن من سل السيف لقتله. هذا إعجاز. لكن السنة الإلهية لم تستقر على إحداث جميع الأفعال على الإعجاز، وإلا كان المفروض أنه النبي يتغلب على المشركين إعجازا. ليش هالحروب؟ ليش هالغزوات؟ ليش هالعناء؟ ليش ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ لم تكن السنة الإلهية أخي العزيز على شكل إعجاز، هذا من جهة، بل إنما يلزم أن يمتحن الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الامتحان في أي وقت يكون أخي العزيز، الافتتان في أي وقت يكون، يلزم أن يكون الناس مخيرون في فعلهم حتى يمتحنون في نتيجتهم. كيف يعرف الامتحان؟ لو التزمنا بالنظرية التي تفضلتم بها، نظرية مليحة وجيدة لطيفة، إلا أنه يلزم عدم الصدق عن الامتحان وعدم الامتحان، عدم الافتتان، وهذا خلاف ما يحدثنا القرآن وجاءت به السنة الإلهية. لذا الجمع بين ذلك كلامكم والكلام المعصومين يكون هكذا، أنه حال دون قتله إعجازا لإظهار إرادته الغالبة أحيانا، وتركه إلى الناس امتحانا، فتارة يمتحن الناس من جهة اختيارهم، وتارة من جهة الإعجاز يبين الصد عن قتلهم، إلا أنه دائما يصد عن القتل إعجازا. هذا الظاهر منافي لسنة الامتحان وسنة الافتراء التي هي السنة الإلهية. خلقهم ليمتحنهم، خلقهم ليرحمهم ثم يثيبهم ويمتحنهم. الامتحان سنة إلهية، ولا الله يعرف الضمائر قادر على جميع الأمور، إلا أن الامتحان بما أنه سنة إلهية يلزم أن تكون، وفي الامتحان يلزم التخيير. لا يمكن أن يكون هناك إجبار والصد إجباري عن قتل من عن قتل الإمام الحفظة. هذا معناه الإجبار، والإجبار ليست فعال الحكمة. على هذا إعجازا يصد عن قتله لكن أحيانا، ومن جهة أخرى يختار الناس امتحانا، ويكون هذا هو الجواب والجمع بين الأمرين. يسأل أخي هذا السؤال أنه هل توافقون على رأي القاتل ببعض مشاكل آخر الزمان والمشكلات التي تحدث بمعالجتها؟ الظاهر أنها لابد في غيبة الإمام، صحيح أنه مطابقة للحكمة، إلا أنه قد ينقص في زمان الغيبة التسرب بخدمة الإمام للجميع، إلا أنه هذه لا تحدث مشكلة ما دام يكون في المقام روايات المعصومين المبينة الأحكام والسادة العلماء المبينون لهذه الأحكام الشريفة. لذلك مشاكل بشيء تكون مشاكل معتنات وتوجب العناء. الظاهر لا تحدث مشكلة من هذه الجهة، والله العالم. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا بالنسبة إلى مسألة الانتظار ووجوب الانتظار ومعنى الانتظار
وهل من الروايات استفاد لتفسير هذه الكلمة غير التفاسير التي يقوم بها البعض من أنفسهم حول هذه المسألة إلى أمثلة التوصيف؟ ثم أنه بالنسبة إلى التقسيم بين العلامات الحتمية وغير الحتمية، ما هو المقصود من كلمة الحتمية؟ هل المقصود أنها من ناحية الصدور حتمية وأنها من ناحية ما يقرب من الوقوع حتمية أو شيء آخر؟ أحسنتم، شكرا الله سائكم. السؤال أول السيد الجليل يجاب بأنه مسألة انتظار الفرج يأتي إن شاء الله في التوقيع الشريف للشيخ المفيد غدا إن شاء الله. انتظار الفرج، الفرج بمعنى كشف الغمة، كشف الهم، والمصداق الأتم للفرج هو ظهور الإمام عليه السلام التي تنتهي به جميع المشاكل، تقضى به جميع الحاجات، ينال به جميع الآمال. هذا الفرج الأكمل انتظاره والتهيؤ مما يوجبه الانتظار، التهيؤ لهذا الأمر، يعني التهيؤ لأن يظهر الإمام المهدي عليه السلام فيكون عونا له، فيكون ناصرا له، فيكون من شيعته. وهذا يلازم الشيء سيدنا الجليل، يلازم أن يكون ويقتضي أن يكون الشخص المنتظر مهيئا لنفسه. من ينتظر صديقا يتهيأ له بما يناسبه، والذي ينتظر الإمام المعصوم حتما يكون مهيئا لنفسه، مهيئا لأخلاقه، مهيئا لدينه، مهيئا لروحياته، أنه يكون قابلا لصحبة الإمام المهدي عليه السلام. فالانتظار معناه انتظار فرج الإمام، كشف الغمة بظهور الإمام عليه السلام، ويكون الانتظار بمعنى الاهتمام، وأنه ينتظر بشكل مهيئ لنفسه، بشكل يكون مستعدا، بحيث لو خرج غدا الإمام المهدي روحي بدا أكون ذا قابلية لأن أكون من أنصاره. انتظار بشكل أنه يكون منتظر مع القابلية. ونبين معنى الانتظار إن شاء الله بمعان ثلاثة في توقيع الشيخ المفيد إن شاء الله. وبالنسبة للسؤال الثاني السيد الجليل حفظه الله، مسألة العلائم الحتمية غير الحتمية كذلك تأتي إن شاء الله بعون الله تعالى في الموضوع الخامس، الظهور والقيام المبارك. أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام له علائم في مراحل ثلاثة. المرحلة الأخيرة العلائم المقارنة للظهور تحدث في سنة الظهور أو قريب منها، وهذه العلائم تكون بعضها حتمية وهي 5، وبعضها غير حتمية وهي 7. ومعنى التحتم ليس من جهة الصدور، حتمية أنها تكون جزما وقطعا بحيث لا يحصل فيها بداء، يكون وقوع هذه العلائم قطعية. التحتم بمعنى القطع، وإلا صدرت، شرعت، بينت، وليس فيها بداء، لا تتغير، ولا يمكن أن لا تقبل، هي تقع واقعا وحتما. وهي علائم 5 إن شاء الله نذكرها، ونذكر الروايات المتواترة في بيانها بأول الله، نذكرها مفصلا إن شاء الله في الموضوع الخامس، ظهور الإمام المهدي وقيامه المبارك بأول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سيدنا ونحن ولكن سناكم في كل يوم أستزيد تجاربا كعالم من شيء ومسائل. أذكر حسن ذنبكم. بالنسبة للعامل بالشريف، لا إشكال في قراءته كلما أقدر الإنسان واشتاق، لا إشكال في سائر الأيام، في سائر الأوقات، لا إشكال في ذلك. وإن كان هو الوارد استحبابه في يوم الجمعة، صلى يوم الجمعة، لا إشكال في ذلك. كرر السؤال. لا إشكال في قراءة دعاء الندب الشريف في سائر الأيام والأوقات. تفضلتم بهذا السؤال تقديم للبحث إن شاء الله. نبحث مسألة ندبة الإمام روحي فداه ودعاء الندبة. دعاء الندبة بما أنه دعاء مأثور وموجود بسند صحيح في كتاب مزار ابن المشهدي المعتبر، وسنذكر إن شاء الله بعون الله مع توثيق سنده، عين وذكر أنه يقرأ في الأعياد الأربعة، بما أنه الوقت له معين لدعاء الندبة، بما أنه له وقت معين يقرأ في الفطر والأضحى والغدير والجمعة، بما أنه تعين لا يمكن قراءته وصولا وتعبدا في غير هذه الأيام إلا رجاء. نعم كل دعاء
كل دعاء بعنوان الرجاء لا بعنوان الورود، وإلا الورود في الأعياد الأربعة فقط، تقرؤونه دعاء المذبح ورودا قربة إلى الله في أيام الأعياد الأربعة، ويمكن أن تقرؤونها رجاء لا بعنوان ورود في سائر الأيام ولا بأس بذلك، والله العالم. سمعنا. فقط شديد إلى متى أحاولتك يا مولاي وأي قطاع بنص فيك وهي رجل. أن هذه الحيرة كيف توجهونها؟ نذكرها إن شاء الله، وإن كنتم جنابكم تستعجلون الخير إلا أنه خير لا بأس به. نذكر أن دعاء الندبة الشريف في جميع فقراته مناسب للقرآن الكريم، موافق للأحاديث المتوافرة، وكذلك مناسب للفطرة السليمة. من جملة الأمور الفطرية مسألة إظهار الحب للإمام عليه السلام، التحبب من المستحبات الإمام المهدي أن يتحبب إليه الإنسان ويظهر حبه له. مما يظهر ويبرز الحب هذه الفقرة الشريفة. متى أحار فيك يا مولاي محبوب عزيزكم، شخص عليكم عزيز، كيف تبرزون له الحب؟ بهذه الكلمات. هذه من موارد وفقرات وكلمات إبراز الحب الذي هو تحبيب وإبراز مستحب للإمام المهدي عليه السلام. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ يعني أحبك كثيرا، يعني يضيق صدري بفراقك، يعني لا أتحمل فراقك، لا اعتراض عليه، ولا حاشا صاحب الدعاء أن يبين الاعتراض. تسليم لأمر الله، تسليم لما أراده الله. كيف؟ مسألة الإحارة ومسألة هذه الفقرة الشريفة إبراز للحب وليس الاعتراض أبدا، لذا لا يعترض فيها مشكلة شرعية بأي وجه أبدا. يسأل الأخ أنه ما هي العلائم الحتمية الغير واقعة، يعني غير واقعة على صح لحد الآن. الظاهر في جواب الأخ العزيز أنه العلائم الحتمية كما أشرنا ونشير ونبين تفصيلا، العلائم الحتمية بالنسبة إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام تقع في سنة الظهور أو ما يقاربها. وأما العلائم قبل الظهور بعضها علائم مقاربة للظهور، وبعضها علائم لزمان الغيبة مو علائم الظهور. مثلا ترى النساء كاسيات عاريات، هاي تصل علائم ليس من علائم ظهور الإمام عليه السلام، علائم الغيبة. بل كسوف الشمس في وقت غير وقته المناسب، خسوف القمر في وقت غير هاي علائم قريبة إلى الظهور. بعض العلائم القريبة إلى الظهور لم تحدث، أو بالأحرى لم نعرفها صحيحا قريبة إلى الظهور. وأما العلائم التي تكون لو قصد الأخ العزيز علائم في زمان الظهور وقعت بعضها. العلائم الحتمية التي تقصد علائم ظهور الإمام عليه السلام لم تقع منها قط، والعلائم التي تقريبا قريب الظهور لم نعلم بها كذلك. وأما العلائم التي تكون حتمية وتكون في زمان الغيبة نعم بعضها وقعت وبعضها لم تقع لحد الآن. لذا سؤال الأخ ما هي العلائم الحتمية غير الواقع لحد الآن، يمكن فقط جوابه بالنسبة لعلامات ظهور علامات الغيبة، ونشير إليها إن شاء الله في رواية الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، نبينه إن شاء الله تفصيلا مع انتظاركم بعون الله تعالى. ترخصونا، وأسأل الله لكم التوفيق الكامل، وأن تدعون إن شاء الله للإمام الحجة عليه السلام ولأنفسكم في هذه الأيام، في هذه الليالي تتعلق هم بالإمام الحجة وهم بجده أمين عليه السلام وهم بليالي القدر الشريفة. إن شاء الله في هذه الليالي الآتية أسألكم الدعاء، وأسألكم أن تدعون للإمام ولكم ولهذا العبد المذنب بعون الله تعالى. بركة الصلوات على محمد وآل محمد. حفظك الله إن شاء الله، وطيب الله أسماعكم، وزاد الله في توفيقاتكم إن شاء الله، وجعلكم من السلام عليكم ورحمة الله سيدنا.
السلام عليكم سيدة. اسمحوا عندي سؤال ما حبيت أن أذكر على الإنترنت لأن احتمال يؤخذ الوهابيين يأخذونه. بالنسبة طبعا ذكرت من الحكمة الأولى للغيبة اسمه الحذر من القتل إذا كان يظهر يقتلونه. ولكن احنا جاي نشوف بعض تصرفات أئمتنا سلام الله عليهم. أمير المؤمنين الليلة ليلة الضربة كان يعرف أنه سيقتل إذا خرج يضرب. أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام منعوه من الخروج قال إذا تخرج يقتل. عقلهم كان يفرض أنه 70 شخص شلون تواجه جيش جراح حتما فيه قتل. هذا خلاف العقل. فشلون هنيك ما في تناقض بين الأمرين؟ نفس سؤالكم الشريف سؤال الصادق روحي فداه. أكان أمير المؤمنين يعرف قتله؟ قال نعم. قال كيف أقدم عليه؟ نفس السؤال. بينما ما يقابل المظلوم إن الله تعالى خيره بين الشهادة وعدمها. إن أردت أن تنال السعادة فهي الشهادة. هذا الكلام يفيد أن الله تعالى خيره يعني أجاز له. الله تعالى أجازه في هذا القتل. إذن خروج الإمام مع علمه بأنه يقتل من جهة نيل السعادة وهي من الأمور الممدوحة عقله، ومن جهة إجازة الله وإذنه في ذلك. هذا الإذن صحيح الجهاد والإنسان قطع إربة صحيح بالجهاد بخدمة الإمام والنبي إنسان يقدم ويعلم أنه سيقتل، مع ذلك يصح ويجوز له الجهاد وأقدم على شيء له مفخرة. ليش أذن الله تعالى؟ الله تعالى أذن لأمير المؤمنين لذلك يكون له سعادة. لم يأذن الإمام الحجة في الظهور في الشهادة في القتل، بعد لم يأذن له، كتب له الشهادة لكن بعد مدة من الزمن. الآن الفارق هو إذن الله بعد ما إذنه وكفى به الفارق. إذا كان الحذر نقدر نشيله سيدا من الموضوع. هناك ما كان لذا الأمير ما كان عليه أن يحذر، كان عليه أن يقدم على السعادة. بالنسبة للحج سلام الله عليه يعتبر هنا أن أمر من الله أن لا يظهر، ليس الحذر من الحج أنه لا يظهر. لكن كلفه بالغيبة. لما كلفه بالغيبة؟ ألا تكون أفعال الله حكيمة؟ لما كلفه؟ احنا نعتقد في باب الإمامة أن جميع أفعال الإمام تكون من الله، إن هو إلا وحي يوحى له ولأهل البيت. يعني جميع حركاتهم كلها بحكمة، كلها بالقول. يعني الله أمره بأن يغيب لما معناته لم يأذن له في الجهاد. إذن هذه من الإذن يلزم التحضر. أحسنت يلزم التحضر. أذن لأمير عليه السلام بل أمره أنه يفوز بهذه الساعات العظمى. لذلك الفارق هذا، وإذن الله وعدم إذنه هو الكافي في الفرق. ومن جهة أخرى أمر الإمام المهدي بالغيبة، قدر له الغيبة بمقتضى أنه وحي يوحى، والإمام لا إلى مرده أوعيته أشهد أنكم معاذ وحي الله وأوعية مشيئة شاء الله. هكذا أكون مقابل مشيئة الله ما يقدر. نستطيع أن صار واضح؟ يعني أقدر أختصر كلامكم هذا شيء أنه يا حجة ابن الحسن إذا ظهرت سوف تقتل وأنت الآن ليس مسموح لك بالقتل. أحسن. معناته تكليف إلهي بعدم ظهور فعل. نستطيع أن نقول إن بقاء وجود الدين على شهادة الإمام الحسن عليه السلام وقتله مثلا، وأن بقاء وجود الدين أيضا مثلا مرتهن وموقوف أيضا على وجود الإمام وعدم شهادته. معناته بقاء الحجة. أحسن. كلامكم عبارة أخرى ألطف لطيفة من جهة أنه بقاء الحجة والبينات الإلهية وجوده لا زال هذا لم يزالوا ما زال هذا الدين باقيا. ما دام الإسلام باقي لازم يكون باقي. حفظ الإسلام، رعاة الإسلام، قادة الإسلام. لذا وجود الإمام يكون حفظه هو الصحيح. هذا الوجه هو أنه بقاء الحجة والبينة والإمام يجب حفظ الدين، فببقائه يكون الدين باقيا، وهذا صحيح جدا. صحيح. عفوا سيدنا، ما سمعت أحد المشايخ من النجف اجى وجاب منشور وزع على أنه رأى الإمام في اليقظة والمنام. نعم. ما عندكم خبر في هذا؟ لا ما سمعت. رأيت المنشور حديثا جاء شيء قبل شهر تقريبا، ووزع في مناطق كثيرة في قم يعني. يعني رأى الإمام الحجة في المنام وفي المنام وفي اليقظة هو قايل. قال لي أنه تروح تبلغ مراجع قوم وكثيرين يعتون أنه تقول لهم
يعني قضايا واحد مثل أموال جاي تصرف على ما أرضى بها مثلا. صحيح. أنا ما سمعت بهذا، لم أعرف. إذا تبين مشهور ممكن نحصل يعني. تتفضلون بذلك، تتفضلون به. عفوا شيء آخر إنه هو يعني قرأت كثير من الكتب عن المال ربما أكثر من 40 كتاب، إنه ما لقيت إنه هذه القضية كأنها متروكة، وهي إنه قضية العلاقة مع الإمام. يعني كل الذين يكتبون نظريا علميا، أما قضية التعلق بالإمام وكيف نتعلق بالإمام وهي الأشياء الوحيدة التي مثلا تخلينا متعلقين مع الإمام، هذا ما موجود. يعني إلا في كتاب ربما الكمالات الروحية السيد حسن. إن شاء الله بس إن شاء الله تصل النوبة أرشدكم إلى التوقيع الثاني للشيخ المفيد على مقامه، يبين كيف يتصرف المؤمنون بخدمته. توقيع من أعظم التوقيعات وأبرعها، هذا الإرشاد موجودة في الاحتجاج الطبرسي رحمة الله عليه، من أبرع التوقيعات متنها يشهد بصدور عن الناس عليه السلام. التوقيع الثاني الشيخ المفيد، إنا غير ناصين لبراءتكم يبدأ. هناك مذكورة أنه كيف يتجرف الأولياء بخدمته. إن شاء الله توصل النوب يعني أقرأ توقيع المفيد وأبين، الآن أبين يكون ناقص. يعني أعرف أحد أصدقاء أنه رأيت أكثر من مرة يمشي في الشارع ويبكي، يعني أنه أعرف أنه يبكي شوق الإمام. هذه الحالة مو موجودة يعني، وكثيرين ما يأكدون عليها. هذا الحالة. المعرفة تقتضي المحبة سيدنا. كلما كانت المعرفة حببني إلى الناس يا موسى، حببني إلى الناس ليتقربون إليه. قال كيف أحبه؟ قال أذكر نعمهم عليه يحبون. محبة ومعرفة لازم يصير، معرفة تصير حتى محبة تحدث. إذا لم أعرف شخصا كيف أحبه؟ ما يعرفون الناس تبع المولى عليه السلام. أنا وأمثالي ما نعرف تمام. إذا لم تكن معرفة هل الشوق والمحبة ما تكون طبعا. نعم من عرفه يبكي له. من سيد بحر رحمه الله بما أنه يعرفه جيدا يحرول خلفه، يبكي في فراقه، يصيح ينادي في أحواله، كان يصرخ في إمام الحجة. كلما كانت المعرفة أكثر تكون المحبة أكثر. هاي من جهة عدم معرفة أنا وأمثالي هاي المحبة ما تفعل. ولا إن شاء الله مسألة التصرف بعون الله أذكره في توقيع الشيخ المفيد أنه وسائل التصرف كيف تكون منهم وبكلمات بعون الله. ممكن مثلا بالعرفان العملي والنظري مثلا. الآن العرفان النظري أنه يعرفنا بالله سبحانه وتعالى، أما العرفان العملي فهو يزيد التعلق والحب وهذا الشوق اللي بل عرفان العمل تعبير زين لا بس يعني على رأسنا كلامكم، لكن نفهمه من الروايات الشريفة لا زال عبدي المؤمن يتقرب إلي حتى يكون أذني الذي يسمع بها وعيني. عبادة مو عرفان. مسألة التقرب إلى الله تعالى، مسألة العرفان العملي والعرفان النظري تعبير زين لا بأس فيه، لكن التعبير الصح من الروايات الشريفة المستفاد العبادة العملية، العبادة النظرية. سلوا في الآفاق فانظروا إلى آثار رحمة الله، هاي عبادة نظرية. اعبد الله حتى يأتيك لك، هاي عبادة عملية. هاي معرفة صحيحة. نظرية وعرفانية هاي تقريبا يعني كمعرفة يعني ما كان هاي هو عبادة. العبادة العملية والمعرفة. المؤمن عبر أول الدين. أول الدين ما دخل معرفة الجبار، عرف يعرفه. إذا أحسنت. وكيف تكون معرفة؟ وقال أيضا العارف من عرف نفسه. أحسنتم. هاي كلها معرفة نظرية. بعدين معرفة أخرى بالعبادات، عبد الله حتى أتاه اليقين، هاي معرفة عملية. هاي الناروات هذا التعبير استفاد. أما التعبيرات العرفانية هاي إما ما نفهمها أو إنهم ما طبق الرواية. أستعيف هذا الشيء. السؤال الآخر وهو مدى ممكن نطبق علامة الظهور. الآن تسمعون أنتم هذا بن عنبس اسمه عارف بالضبط اسمه أنه يقال في سوريا موجود في يده خال من المشهد. خلينا نسمعها كثيرا وبعض السماعيات سيدنا الكريم سماعيات خمسة يسمعها لكن تصديقها مشكل. الآن نقول بأنه النفس هذا يكون السفياني، هذا شيء أصلا مشكلة، لأنه قد يكون واحد يصدق بأنه هذا ثم يموت مثلا. قيل كثير معناته أنه تزلزل في أحاديث أهل البيت، ما نقدر نصدق. يمكن أن يحتمل بعنوان القبول التصوري صحيح، أما قبول التصديقي ما يمكن. هذا السفياني أو هذا أفراد العنبسي أو هذا الدجال مثلا، هذا ما يمكن الاعتقاد به وتصديقه جزما، لأنه قد يحدث الخلاف ولا يمكن أن يكون نقد في أحاديث أهل البيت. بنفس الوقت يجي إشكال هو أنه العلامات خوشين فائدتها بعد ما نقدر نطبقها في زمان وقت. لا قبل مما حتمه الله خروج السفيانية قبل ظهوره. أنا عرفت زمان الظهور في السنة يخرج ذاك الوقت إذا رأيناه نعرف أنه السفياني، لكن الآن نفس ذاك السفياني لأنه لا سمح الله تطول غيبة مئات السنين، ذاك يموت بعدين معناته أنه نقذ على غيبة صار. هذا بنقدر نقبله، احتمال ممكن لكن التصديق لا.
مع مجموعة رسالة صغيرة أخيرة. يقال أنه ما أدري الشيخ بجت قال أنه الشيبة سوف يرون الإمام وليس الشباب. شلون؟ يعني الشيبة انتشرت هذه كثيرا، وأنه الشيبة إن شاء الله أنه ظهور قريب، فالشيبة يرونه ليس فقط الشباب يعني في زمان الظهور أو الآن؟ لا الظاهر مو صحيح، لأنه في زمان حضوره يروح في زمان غيبته الصورة وكذلك في زمان رآه الطفل وغير الطفل، رآه الشاب والشيخ. هذا الظاهر ما يوافق ما سمعناه ورأيناه ووجدناه، لا مو صحيح. أنا مقصوده أنه شيبة سيرانه يعني أنه قريب، أنه صار قريبا الظهور. ها الشيبة يعني ظروق قريبا توقيت يعني هذا ما يدخل بعنوان أنه يعمل صحيح، لكن بعنوان يحتم غير صحيح، سواء كان شابا أو شيء. احتمال إن شاء الله قريب يعني إن شاء الله أسأل الله يكون يعني هو نفس هذا الدليل الشخص الذي أيام بعد وصل للشعب الذي يريد أنه هذا الطويل هذا وجه متى نراك وذي أيامنا عدد يمكن أن يكون هذا وجه، لكن ظهر أنه أخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيئا. مولانا بالنسبة للمسجد جمخران سمعنا بعض التشكيكات عن المسجد، عندنا مصادر قديمة من الأئمة مثلا أو بعض الأدلة القريبة تثبت مثلا عن ارتباط المسجد جمخران عزيزي، جمخران من زمان الحسن بن مسلم، يعني تقريبا 300 سنة، مو زمن المعصومين حتى تكون فيها رواية، وإنما في زمان التي أخبر بها ببعض الوسائط الثقات المنزل النوري رحمه الله في جنة المأوى، أخبر بوسائط الثقات أن الحسن بن مسلم أنه هو الذي أمره الإمام المهدي بإحداث المسجد وخطط له المسجد. مسألة الجمخران إخبار ثقات، بما أنه في زمان حال عن 300 سنة تقريبا كبير، لذا ما يصير سيتوقع فيها رواية موجودة، الرواية ما في. أمر في المنام ولا في لا في اليقظة الذي يسأله الذي يبينه الحسن، يعني المنزل النوري بأسناد عن حسن مثله أنه في اليقظة أمره المهدي روح البداء وهو في بستانه. جمخران كانت بستان لحسن بن مسلم أنه خطط له وقال ابن هذا مسجد. هذا السماع الثقات وقول الثقة معتبر من التشكيك. ممنوع أقول الأخوان لا ممنوع. بس هذا مولانا ما في أي روايات تثبت ارتباط قم بالحجة الحمول المسجد قم عامة مدينة قم أكو في شيء ولا ما؟ مسألة مسجد الإمام العسكري كذلك مرتبطة بالإمام الحجة. مسجد الإمام العسكري يعني يم مدينة العلم مما اعتنى الإمام الحجة رحمه الله. هناك كذلك في زمان الحضور نقل واسطة عن شخص المؤسس لهذا المسجد أنه أمره الإمام أن يبني هنا مسجدا. الشخص المأمور تحير أنه يبني مسجد في هذا المكان ذاك الوقت، لأنه كان صحراء، ليش يبني مسجدا؟